مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن قصة غريبة جدا. أحداثها غريبة وتحسها ما لو حد كتبها مش هيكتبها بالطريقة دي، ولكن هي قصة حقيقية. خلونا نبدأ القصة. تخيل بنت دخلت الكنيسة وهي شايلة بنتها وحررتها فوق ال40. ما كانتش طول حياتها تتخيل إنها تدخل الكنيسة أصلا. هي بنت مسلمة محجبة، اتربت في حارة شعبية، بس حاسة دايما إن المكان ده مش مكانها. اسمها سلمى، ده اسم بنتها. كانت حرارها بتعلى جدا، ومامتها اسمها مريم. رايحة للكنيسة علشان بنتها حرارتها كانت بتزيد جدا، وجارتها المسيحية كانت جوه الكنيسة. وقفت عند الباب لحظة، ريحة البخور شمتها وجالها إحساس غريب. ووسط كل دوت حست بهدوء. جريت على مريم. مريم خدت سلمى بنتها، حطت الكمادات، هديت الحرارة، وقالت لها خديها اديها بنادول عشان الحرارة تنزل. نور هزت راسها كانت هتخرج، بس في حاجة وقفتها. صورة على الحيطة، ست لابسة أزرق شايلة طفل. الست بتبص قدامها وعينها فيها حاجة زي نور، نور معرفتش تسميها. وقفت قدامها ثواني وحست بحنين لحاجة هي معشتهاش. وراها صوت راجل هادي بيقول أهلا بيكي. لفت لقيت أبونا يؤنس، شعره أبيض، عينه فيها ابتسامة. معرفتش تقول ايه. نور خرجت وبسلمى بنتها في حضنها، بس الجملة دي فضلت معلقة معاها طول الطريق. أهلا بيكي. محدش قال لها كده قبل كده. أمها بتقول لها اتقي ربنا، الشيخ اللي في الجامع بيقول لها اصبري على الابتلاء، ولكن في حد بيقول لها أهلا بيكي. الليلة دي بعد ما أمها وسلمى نامت، نور قعدت على الأرض في أوضتها في الضلمة وبكت. بكاء غير اللي اتعودته، مش بكاء حزن، بكاء حد فض قلبه فجأة وسمع نفسه. قالت بصوت واطي مش عارفة مين انت بالظبط يا ربي، بس انا محتاج اعرف. ودي كانت اول صلاة حقيقية لنور من سنتين. نور وهي عندها 28 سنة. هي برضو مطلقة وأم البنت صغيرة اسمها سلمى. سلمى عندها 4 سنين. نور بتشتغل في مصبغة في الحارة بتاعتها، وبتعيش مع أمها في شقة ضيقة. جوزها كان طلع كدبة، اتطلقوا، بس الجرح فضل موجود. ومن ساعتها الصلاة بقت تقيلة، مش عشان كفرت، عشان قلبها بقى فاضي. راحت لشيخ المسجد سألته ليه ربنا سابني. رد عليها قال لها ده ابتلاء. الكلام ده كان صح، بس ما وصلهاش، ما وصلش لودنها وما حستوش. بطلت تصلي، مش عشان رافضة، هي عشان تعبانة. من جواها صوت ما كانش بيسكت، ودايما كان بيقول لها في حاجة تانية، بس هي مش عارفة هي ايه. مريم جارتها في الدور التاني أرملة ممرضة، عندها روح جميلة. نور دايما بتتعجب وبتقول لها ازاي واحدة عندها هم زيك وأرملة بتضحك كده. في يوم نور كانت قاعدة على السلم بتعيط. مريم لقيتها فقالت لها تعالي اتفضلي. ودخلت الشقة وحست إحساس أول مرة تحسه. بعد أول مرة دخلت الكنيسة، نور بقت ترجع كل جمعة الصبح. كانت بتقول لأمها إنها رايحة الشغل بدري. بتقعد في آخر صف، ما بتعملش حاجة، بتسمع، بتبص للست اللي في الصورة وبتروح. أبونا يوحنس شافها أكتر من مرة، ما ضغطهاش وما استعجلهاش. كل مرة بيقول لها كلمة بسيطة وبتمشي. وفي يوم قال لها اسمك ايه؟ قالت له نور. قال لها اسم جميل، النور بيدخل في كل مكان حتى الضلمة. ومشي. بعد شهرين نور قالت لمريم لأول مرة أنا بقالي مدة بروح الكنيسة. مريم ما اتفاجئتش، قالت ربنا معاكي. فقالت لها في كتاب أقراه. مريم قالت لها الإنجيل. جابت الإنجيل وخبته في شنطة نور، وقالت لها الكتاب ده هو الطريق والحق والحياة. قعدت تبص فيه ساعتين.
نور كانت بتدور على الطريق وعلى الحق وعلى الحياة. جوزها كان كدبة، شغلها كان روتين، أمها كان خوف، والمسيح بيقول إن هو الطريق والحق والحياة. ما كانش ده إيمان، ده كان دهشة، بس الدهشة دي كانت أول خطوة. في يوم نور رجعت للشغل ولقت أمها قاعدة على الكنبة والإنجيل بين رجليها وعينها حمرة. قلب نور وقف. إيه ده يا نور؟ الصوت ما كانش زعيق، كان أسوأ، كان صوت ست متكسرة. ماما، أنا انت عايزة تكفري بربنا؟ عايزة تروحي النار؟ ربيتك على ايه يا نور؟ نور سكتت. الكلام اللي كانت حاضراه راح، بس حاجة فيها قالت لو سكت دلوقتي هتعيشي مكدوبة طول العمر. فتحت بقها. ماما، انا بدور، مش عارفة على ايه بالظبط، بس انا بدور. حصلت خناقة كبيرة قوي قوي يومها. لو حكيت لكم على التفاصيل مش هتصدقوها. ولكن الاسبوعين اللي بعد كده امها ما كلمتهاش خالص. الشقة كان فيها حالة من البرود. الجيران عرفوا، والكلام في الحارة بيمشي زي النار. عم محمود بتاع المصبغة قال لها بهدوء الناس بتتكلم. نور خسرت شغلها، الجيران بطلوا يسلموا عليها، حتى عم رجب القهوجي لما عدى قدامها ما بقاش يصبح. بس في حاجة غريبة، في ناس الفترة ديت حست انها اقل وحدة من اي وقت تاني في حياتها. هو ازاي؟ هي خسرت امها والحارة والشغل، مفروض تكون متدمرة، بس ما كانتش متدمرة. مرة قالت لمريم ليه ما حاولتيش تكلميني عن دينك؟ مريم ابتسمت وقالت لها يا نور، ربنا اكبر مني، لو هو عايزك هينادي عليكي. انا مش وظيفتي انادي عليكي مكانه، وظيفتي اني احبك. بعد 5 شهور من اول دخلة للكنيسة، دخلت على ابونا يؤنس وقالت له كل حاجة، من الجواز للطلاق للسؤال اللي ما تجاوبش جوه الكنيسة للانجيل لامها. اتكلمت نص ساعة، هو سمع وما قاطعش. ولما خلص قال لها الايمان مش قرار يا نور، الايمان استسلام، وانتي استسلمتي من زمان بس خايفة تعترفي. نور بدأت تعيط، بس البكا ده لأول مرة ما كانش فيه ألم. قالت له أنا عايزة أتعمد. قال لها حاضر يا بنتي. يوم التعميد نور قالت لأمها قبلها بأسبوع أنا هتعمد السبت الجاي. أمها كانت بتقطع بصل وما رفعتش راسها وما ردتش. الأسبوع كله صمت. يوم السبت نور لبست فستان أبيض، خدت سلمى، وقفت قدام أمها لحظة. ماشية يا ماما. الأم بصت لها وما قالتش حاجة، والنور خرجت. في الكنيسة أبونا يؤنس بدأ الصلوات. سلمى قاعدة مع مريم في الصف الأول، نور قدام جرن المعمودية. وفجأة صوت من الباب، الكل بص على الباب. أمها واقفة عند الباب، لابسة جلابية سودا وما دخلتش، هي وقفت بس. نور حست قلبها هيقع. عينيها بصت على عين أمها، وعين أمها ما كانش فيها زعل، ما كانش فيها غضب، كان فيها حاجة تانية، حاجة نور ما توقعتهاش. حب، بدون فهم بدون قبول، بس حب. الأم قالت بصوت واطي، نور سمعته يا دوبك، أنا مش هفهم يا نور أبدا، بس انتي بنتي. الكلمة دي كانت أهم كلمة اتقالت اليوم ده، مش الصلوات، مش المية، مش التعميد، الكلمة دي. نور نزلت في المية وأبونا يؤنس قال الكلمات، غطسها 3 مرات. ما كانش فيه نور في السماء، ما كانش فيه ملايكة، كان فيه صمت، نفس الصمت اللي حست بيه أول مرة دخلت الكنيسة. لما طلعت سلمى جريت على مامتها، قالت لها يا ماما انتي مبلولة، والكل ضحك. نور مسكت ايد سلمى الصغيرة في ايديها وحست بحاجة هادية. الايد دي اللي حملتها اول مرة دخلت الكنيسة، الايد دي كانت السبب وكانت الحياة. ابونا يؤنس بصلهم وابتسم لهم وقال لهم اهلا بيكم، ودي كانت كفاية. بعد كده في الافلام النهاية بتيجي بسرعة، سيمفونية على الشاشة بتسود في الحياة، بس الحياة بتكمل. الجيران فضلوا يتكلموا، شغلها فضل صعب، أمها لسه ما بتفهمهاش. بس بعد سنة أمها قعدت في المطبخ الصبح وقالت لها يا نور أنا لسه مش فاهمة، بس شايفاكي مبسوطة.
وانا مش هحارب اللي بيخلي بنتي مبسوطة. نور ابتسمت وما قالتش حاجة، ما كانتش في حاجة اصلا تتقال. الصبح بدري قبل ما سلمى تصحى، نور كانت واقفة على الشباك بتشرب شاي. الحياة كانت مختلفة. أبونا يؤنس مرة قال لها ربنا ما وعدش إنه هيشيل الصليب، وعد إنه هيشيل معاكي. بصت من الشباك، الشمس بتعلى في وشها، كان في حاجة كانت ناقصة من زمان، وهي السلام.